السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل ويا صباح الهنا ويا صباح السعادة، او يا مساء الفل يا مساء الهنا يا مساء السعادة، حسب ما بتشوفوا الفيديو بتاعي يا حبايب قلبي. طبعا وحشتوني من اخر فيديو كنت معاكم فيه. طبعا بقالي يومين ما نزلتش فيديوهات على القناة، بس يا حبايب قلبي سامحوني بقى، فجاي لكم النهارده في فيديو جديد ان شاء الله، فيديو كله طاقة ايجابية وكله حماس باذن الله، وهتشجعي منه وتطلعي منه ان شاء الله باذن الله بكل طاقه ايجابيه يا حبايب قلبي. تعالوا بقى قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك انا كل سامعين كل حبايبي في كل مكان. تمام يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله جايلكم بروتين حلو جدا جدا باذن الله يعجبكم، ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم يا حبايب قلبي. النهارده هعمل ان شاء الله روتين في اوضه النوم يا حبايب قلبي، وروتين في الصلاه. طبعا اول حاجه بدات بيها يا حبايب قلبي، بدات باوضه النوم. قلت بقى ايه؟ اروقها كده واخليها فله كده. طبعا غيرت الملايه بتاعت السرير، جبت طقم يعني نضيف، شلت طبعا الطقم ده وغيرت طبعا وحطيت طقم يا حبايب قلبي نضيف. قلت اغير بقى لان الجو حر جدا جدا يا حبايب قلبي. بصوا ما اقولكوش يا بنات، الجو صعب جدا جدا وحر فوق ما تتخيلوا. ربنا يكفينا شر النار ويكفينا شر عذاب النار يا رب، ويا رب كده يرحمنا برحمته ويفرح قلوبكم يا حبايب قلبي ويسترها معاكم يا رب، ويجعلكم كده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كده من اهل الجنه يا حبايب قلبي. وعقبال كده لما تزوروا بيت الله الحرام وتزوروا كده النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ربنا يكتبها ليكم ويكتبها لكل مشتاق ويكتبها لنا تاني ان شاء الله باذن الله يا حبايب قلبي. ربنا يكتبها لنا ولكم يا حبايب قلبي، ويرزق كل مشتاق بالخلف الصالح، وربنا يعيننا على مهام يومنا يا رب، ولا يحوجنا لأي حد يا رب، ولا يترقد يا رب كده جسمها على فرش أبدا، ولا تحوجنا لأي مخلوق في الدنيا. ويعيننا ويعين كل أم يا رب على خدمة ولادها، ويعينها على تربية ولادها، ويعينها على خدمتهم يا رب، ويعين كل زوج يا رب كده على بيته وعلى المصاريف اللي احنا فيها في الزمن ده. بجد بجد المصاريف صعبة جدا يا بنات. طبعا الحاجة غالية جدا، يعني ما اقولكوش حاجة. بصوا يعني ربنا يا رب كده يحفظنا ويسترها معانا، وبجد بجد ربنا يعين كل زوج والله العظيم يا بنات. ربنا يعين كل زوج يا رب يكون كده بيصرف على بيته، وربنا يعينه ويرزقه برزق اولادكم باولاده يا رب، ويا رب كده يدوله الصحة والعافية اي زوج يا رب، واسترها معانا يا حبايب قلبي. تمام؟ قول له تمام يبقى تمام يا احلى اخوات واحلى عيله واحلى متابعين في الدنيا حبايبي اللي وحشتوني وحشتوني وحشتوني. طبعا شلت طبعا كده الملايه بتاعت السرير، واحط طبعا الملايه اللي انا جايباها يا حبايب قلبي. طبعا السرير بتاعي ده مرتبتين فوق بعض يا بنات. تمام؟ السرير ده كان الاول اصلا من البدايه كان عليه مرتبه واحده بس انا كنت طبعا عندي شقتي هناك في البلد، فطبعا كنت انا محتاجه مرتب هناك وكده يعني. فبعدين جبنا بقى ايه، طلبت من على النت، طلبت بقى يا حبايب قلبي من على النت طبعا المراتب دي. بصراحة المراتب ديت يعني ايه، طلعت يعني مش قوي يعني، هي شكلا بس بصراحة انا اخدت فيها مقلب يا بنات، والله العظيم اخدت فيها مقلب. مش كل حاجة تجيبها طبعا من على النت، مش كل حاجة النت تلاقيها صادقة. ممكن تطلبي اي طلب من على النت تيجي تبصي تلاقيه ما هوش نفس الصورة او نفس الفيديو اللي انت شفتيه، تلاقيه مختلف تماما تماما تماما. فده اللي حصل معايا بصراحة. فانا قلت بقى طبعا يعني انا ما بروحش البلد الا كل فترة يعني، فطبعا قلت لا احطها بقى بدل ما تتبهدل، وطبعا ما عنديش مكان ان انا احطها فيه. فانا حطيتها على المرتبة اللي عندي اللي هي اساسا بتاعة السرير يا حبايب قلبي، فحطيتها فوق منها. اي نعم هي علت معايا السرير قوي، بس طب هعمل ايه؟ هحطها فين؟ لو حطيتها في مكان طبعا ما عنديش مكان لها اساسا، ولو في مكان هتتبهدل مني. فانا حطيتها طبعا كده وقلت ايه اهي تدي للسرير شكل حلو كده. ويعني فرشنا السرير بقى يا بنات وخليناه فله كده ما شاء الله ما شاء الله. وجبت الكبرتيه الخفيفه دي مسكتها كده فرشتها على السرير تدي شكل حلو كده للسرير. وخلينا الفوق اوضه بتاعتنا اكننا قاعدين في فندق يا ولاد، والله العظيم احلى من الفندق اقسم بالله يا بنات. والله العظيم الواحد كده اما يمسك بيته كده ويروقه بمزاج كده، والله بكلمكم بجد. انا بحب انضف البيت قوي اما لما يكون ولادي مش موجودين في البيت، تلاقيني بروق بقى كده ايه بمزاج كده وتلاقي مزاجي يبقى حلو كده. بصوا ما اقولكوش اما بيكونوا موجودين في البيت وانا بنضف او انا بالذات بصور، بيعفرطوني بمعنى اصح بيعفرطوني. يعني لو انا
بينت لكم الصوت الاساسي بتاع الفيديو ده. والله العظيم ما تضحكوا عليا ضحك يا بنات. بصوا بقى بيخلوني ما اقولكوش. وطبعا انا ماليش ان انا طبعا انا عندي القولون تعبني، ماليش العصبيه وكده، بس هنعمل ايه بقى؟ هي دي الحياه وهي دي الدنيا وهي دي سنه الحياه. هنعمل ايه بقى فيهم يا بنات؟ يعني ما كناش احنا نستحملهم، من اللي يستحملهم يعني؟ المهم ربنا يهديهم. فانا بجد بحب اصور كده، بكون اصور الفيديو كده او حتى من غير ما انا اصور. تلاقيني بحب انضف البيت لما يكونوا الولاد مش موجودين في البيت. اه والله العظيم يا بنات، تلاقيني بقى اقوم مشغله القران، واقوم رايحه بقى ايه مستعيذه كده من الشيطان ومسميه بالله كده، واصلي كده على النبي، واقوم كده ايه بمزاج بقى. اما بيكونوا موجودين ما اقولكوش على اللي انا بعمله، يا دوبك لسه اكون بنضفه المكان ده. والله العظيم ما بيكمل اقول لكم ايه دقيقتين، يعني يا دوبك بخلص الفيديو واوريكم اللي انا خلصته. والله يا بنات دقيقتين دقيقتين وباجي ابص ولا اكنك عملت اي حاجه. والله العظيم. المهم علينا، خلصنا بقى السرير يا حبايب قلبي، دخلت بقى على التسريحه بقى، قلت اروق بقى الحاجه اللي عليها دي. طبعا كل حاجه طبعا ما عنديش طبعا الا التسريحه دي. فطبعا كل بقى اللي بيجي مثلا يسرح شعره لا مش عارف ايه، وعندي ولاد الصبيان بقى ما شاء الله ما شاء الله عليهم، تلاقيهم قاعدين لي واقفين لي قدام المرايه بالساعه والساعتين على ما يظبطوا الشعريتين بتوعهم. بكره يصلعوا، بكره هيروحوا وهيطيروا والله. اقعد اقول لهم كده، اقول لهم بكره هيطيروا يا حبايب قلب، فخدوا لكم يومينكم وافرحوا بالشعرين بتاع الشعريتين بتوعكم وافرحوا بهم بقى وخلاص. اي والله بقعد اقول لهم كده. يقولوا لي في ايه يا ماما، في ايه يا ماما؟ اقول لهم في ايه يا ماما ايه بقى؟ مش لا انا كده بشجعكم. كده بشجعهم ولا بشجعهمش؟ المهم خلينا بقى التسريحه وخلينا المرايه كده، خلينا ما شاء الله فله كده، فله 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 تمام. شلت بقى المفرش وشلت الحاجه اللي انا كنت شايلها بقى وايه، ورحت دخلتها كده على الغسيل. عندي غسيل، عندي كومه غسيل يا بنات ما اقولكوش. والله ما اقولكوش. ورغم ان انا غاسله والله لسه امبارح، ولسه والله ما لميت الهدوم من على الحبل. فربنا يعيننا يا حبيب قلب على المهام يومنا، ويا ربنا يعيننا. المهم جبت بقى يا حبيب قلبي ايه اللي قلت بقى اكنس الاوضه كده وخليها ايه، اروقها كده وامسح برضو الدولاب. كان بقالي فتره بصراحه، يعني عشان اكون صريحه معاكم بقالي فتره ما مسحتوش. فقلت لا كده ايه، يلا ايه اشجعي كده يا بسمه وايه وامسحي الدولاب. مسكت بقى الايه، جبت فوطه حلوه جدا نوعها جميل قوي قوي يا بنات، والله ما شاء الله نوعيه الفوطه دي حلوه قوي. مسكت بقى ايه، بليت الفوطه بقى بحبه كده كلور وحبه اريال وايه وحبه معطر كده، وقمت رايحه ايه عاملاه بشويه ميه وعصراه، وقمت ماسحه بقى الدولاب. خلت الدولاب بسم الله ما شاء الله بجد والله العظيم، خلت الدولاب ريحته زي الفل، وخلت الدولاب بيلمع بجد بيلمع. كان عندي طبعا الحته اللي في النص ده جلد، وطبعا اللي هي اللهم صل على النبي البنس دي يا بنات، اللي هي في الجلد دي بتلم تراب ما اقولكوش والله العظيم، بتلم تراب صعب جدا جدا. وبصوا هي اي نعم بتدي شكل حلو، بس بصوا ما اقولكوش على التراب اللي هي بتشيله بصراحه. مسكت بقى كده الجلد بتاع اللي هو اللي في الدولاب ده يا بنات، مسكته بقى خليته ما شاء الله بيلمع والله العظيم، اكن الدولاب جايباه لسه جديد. النظافة حلوة يا بنات، وربنا يعيننا وربنا يدينا الصحة، وربنا يا رب كده ما يحوجناش لأي حد يا حبايب قلبي، ويفرح قلوبكم. ويا رب كده يا رب كده يا رب كده تكونوا السنة الجاية إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله على جبل عرفات يا حبايب قلبي. ويا رب كده اللي تحطوا لي اللايك وتشترك في القناة وتكتب لي كومنت جميل كده، يا رب كده تكون كده على بيت الله الحرام، او اي حد من اخواتي وحبايبي يكتبوا لي كده كومنت حلو، يكتبوا لي اللايك الحلو، ربنا يكتبها لكم كده، واشوفكم كده السنه الجايه ان شاء الله. وتكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي يا بسمه دعوتك استجابت، واحنا واقفين على وقفه عرفات. يا رب كده نكون واقفين يعني ايه صحبه كده كلنا يا حبايب قلبي يا رب. بس يا رب كده ما تنسوش تحطوا بقى الايه يا حبايب قلبي اللايك والاشتراك في القناه، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. يا احلى اخوات في احلى عيله في الدنيا، عشان ان شاء الله قناتي تكبر بيكم، نكون كده ايه عيله حلوه كده باذن الله. تمام؟ قولوا تمام يبقى تمام يا حبايب قلبي. طبعا لسه يا بنات بنمسح في الدولاب. هنمسح بقى الدولاب وهنخلصه كده ونخليه ما شاء الله. هجيب بقى الايه البتاع اللي هي والله بنسى اسمها، بقول لكم يا بنات تكتبوا له اسمها في الكومنتات، ما حدش بيكتب لي طبعا في الكومنتات حاجه، ولا حد بيكتب لي رغم ان انا زعلانه منكم. اه والله اختكم زعلانه منكم بصراحه، او بنتكم بقى او امكم، زي ما تحسبوها بقى.
المهم يا بنات، جبت بقى البتاعه دي جميله جدا جدا، بتخلي البلاط بسم الله ما شاء الله. مسكت بقى البلاط كده لمعته وخليته ما شاء الله فله، والله العظيم يا بنات خليته فله. هلمعه بقى كده تلميعه حلوه كده واخليه ما شاء الله كده فله. مسحت طبعا كده ايه قدام التسريحه كده وخليتها بتلمع. واجيب برضو الجنب اللي هو ناحيه الدولاب والسرير برضو همسكها امسحها كده برضو، والمعه كده واخليه ما شاء الله يا بنات. بعد بقى ما نخلص الاوضه بتاعتنا هننتقل على الصاله يا بنات. ما اقولكوش على الصاله بتاعتي دي اللي ما بتنضفش ابدا. والله يا بنات ولادي ما بينضفوها بص ما بيسيبوها ليش 5 دقايق نظيفه، والله. لان طبعا قعدتنا هناك وقدام الشاشه وكل هرسنا كلته في قلب المكان ده في الصاله او في الريسبشن يعني. ده منظر الاوضه بعد ما خلصت. شايفين والله العظيم يا بنات تقولوا اوضه فندق، والله العظيم احلى من اوضه الفندق كمان. ده منظر الأوضة يا حبايب قلبي. يا رب كده يكون الروتين بتاعي كده عجبكم ويشجعكم، ويلا لسه اللي ما شجعتش ولسه ما عملتش اي حاجة في بيتها تقوم تشجع معايا وتفتح على قناة بسمة كده وتشجع معايا يا حبايب قلبي. تمام، وقول له تمام يبقى تمام. واللي لسه ما تعرفنيش واللي لسه ما اشتركتش معايا، طبعا انا بقدم لكم محتوى روتين اليوم بتاعي طبعا على قناة بيت بسمة. طبعا بيت بسمة يا حبايب قلبي، بيت بسمة البسيط يعني الحمد لله حمدين ربنا وشاكرينه ونعمة من عند الله. الحمد لله، واقل من كده والله العظيم احنا في نعمه واحسن من غيرنا كتير كتير كتير. غيرنا طبعا ما هوش لاقي يا بنات، فالحمد لله احنا في نعمه والله. ربنا يا رب يفرجها علينا ويرزقنا ويرزقكم يا حبيب قلبي، ويرزق الجميع يا رب العالمين. المهم يا بنات دخلت بقى على الصلاة بقى ما شاء الله اللي تشرح القلب اللي انتوا شايفينها دي. المهم ابو محمد بقى الله يستر عمل الستاره دي يا بنات على الشباك. ادت بقى منظر حلو، وادت برضو شكل حلو كده للصلاه، وحسيت ان في حاجه جديده كده في الصلاه بجد. كنت عامله بقى ايه، بصوا يا بنات كنت عامله عيد ميلاد بقى لابو محمد عشان كان عيد ميلاده كان امبارح. فكنت عامله له حفله صغنونه كده، كان نفسي ان انا اصورها معاكم والله يا بنات. بس بصراحه ما عرفتش ان انا اصور، وهو برضو قال لي لا بلاش ان انت تصوري مرضاش بصراحه يعني ايه. انا برضو احترم رايه بدل هو مش موافق ان انا كنت اصور خلاص، فما رضيتش ان انا ازعله مني، وقلت لا خلاص ما فيش مشكله. وقولوا له بقى في الكومنتات، قولوا كل سنه وانت طيب يا ابو محمد، وعقبال السنه الجايه وعقبال العمر كله يا رب كده واحنا وهو معايا، ولا يحرمني منه يا رب كده، ويفضل سند ليا طول العمر. ده بقى بص ما اقولكوش يا بنات، ده كل حاجه ليا في دنيتي، ده اللي انا طلعت بيه من الدنيا. هو ولادي بجد يعني الحمد لله. وربنا يا رب ما يحوجنا لاي حد، وربنا يسترها معانا ومعايا يا رب، ويديله الصحه ويديله طول العمر هو اللي زيه. المهم هنا كنت انا بقى بعد الستاره، مسكت الستاره بقى عدلتها كده وكنست بقى، شلت الحافظه جبتها كده على جنب يا بنات. وبعدين ايه جبت المقشه، قلت لا بتضايق اول ما بلاقي حاجه تحت رجليا ورق او اي حاجه يعني تحت رجلي وكده وانا بنضف بتضايق منها قوي. فجبت المقشه قلت ايه اكنس كده يعني ايه على ما انا انضف واخلص وارجع تاني برضو اكنسها تاني واخليها فله شمعه منوره باذن الله. الصلاة دلوقتي هتشوفوها والله العظيم يا بنات. بصوا حاجة هتستغربوا من شكلي دلوقتي. المهم يا حبايب قلبي بقى ايه كنست بقى طبعا كده وروقت طبعا ركن، روقت الجزء اللي هو تحت الشاشه دي يا بنات. كان الولاد بقى مشغلين الشاشه وقلت لهم خلاص اصبروا بس عليا اخلص بس خلاص يا ماما احنا عاوزين نقعد قدام الشاشه. قلت لهم اصبروا بس عليا 5 دقايق بس اخلص الصلاه وخلاص اللي انتوا عاملينه ده. وبعدين ايه ابقى كان هنا هاني جاي من بره. هاني ابني ده يعني بص ما اقولكوش ده قلبي ده قلبي. طبعا كان دراعه كان راكب العجله وهو ماشي بيها وقع بيها، فادعوا له يا اولاد ان ربنا يشفيه ويخفف عنه يا رب ويخلي لكم اولادكم يا حبايب قلبي. المهم بقى يا بنات قلت لهم اصبروا بس اما اخلص 5 دقايق، اصبروا عليا 5 دقايق اخلص الركنه وبعدين يبقوا اقعدوا بقى براحتكم بقى ويعني ايه اصبروا عليا. المهم عجبتي بقى اللهم صل على النبي البياضات دي يا بنات. كنت انا بقى لي فتره ما فرشتهاش على الركنه بصراحه، كنت سايباه يعني على جاية الشتاء. بس بصراحة قلت لا بقى يعني قلت بقى ايه تدي يعني ايه شكل حلو كده مع الصالة، قصدي مع الستارة ومع مع الحافظات يعني، ومع ايه يعني تدي شكل حلو كده. تمام، عملت الجزء ده وخلصته بقى. رحت على الجزء التاني ده، طبعا عند الركنه زي ما انتم شايفين لف طبعا كبيره جدا بتعذبني عم بخلصها والله يا بنات، بالذات بالذات البيضات دي ما بفرشها يعني.
فالمهم بقى ايه، جبت بقى الجنب ده، كان ولاد بقى حاطين الشواحن وحاطين الحاجه بتاعتهم على الركنه طبعا مطرح قعدتهم يعني. فالمكان ده طبعا على طول متبهدل عندي يعني. طبعا انا عندي الاوض بتبقى يعني ايه كويسه يعني نوعا شويه عن الصاله، لان طبعا يعني ايه بتبقى قعدتنا كلها هنا في المكان ده. المهم بقى جبت كده ايه الفوطه وقعدت يعني ايه نفضت كده الركنه كده حته حته كده وخليتها ما شاء الله. كنت عايزه اشغل المكنسه يعني تشفط التراب اللي عليها وكده. بس بصراحه قلت لا يعني ايه كسلت، قلت لا خلينا ايه هات الفوطه كده على السريع على السريع كده وخليتها الحمد لله يعني ايه. ما شاء الله. اللي وصلت معايا لغايه هنا يا حبايب قلبي وما حطيتش اللايك، انا زعلانه انا زعلانه. اللي ما حطيتش لايك يا حبايب قلبي، طبعا اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو وبيخلي اخواتك وبيخلي حبايبك يستفيدوا منه وبيخلوه يشوفوه ويشاهدوه. شيروا الفيديو يا حبايب قلبي مع اصحابكم مع اخواتكم مع حبايبكم، بالله عليكم شيروا الفيديو و شيروا لنا القناه بتاعتنا كده يا حبايب قلبي كده لاخواتكم ولحبايبكم كلكم كده يا رب. ويا رب كده القناه تكبر بيكم يا حبايب قلبي، ونكون كده سند لبعض، ونكون كده ان شاء الله باذن الله. يعني بتطلعوا كده من الفيديو بكل طاقه ايجابيه كده، ويا رب كده يعيننا ويا رب يسترها معانا يا حبايب قلبي. واكتبوا لي كده حبايبي واخواتي اللي بيتابعوني منين، قولوا لي كده في الكومنتات يا حبايب قلبي. طبعا بقى الناحيه دي عذبتني اعتبرني راح حطيت المفرش يا حبايب قلبي فلقيت ان انا حاطاه غلط، فرجعت عدلتها تاني. فالمهم خلاص خلصنا الحمد لله، فرشنا الركنه وخليناه ما شاء الله. هنا في الوقت ده بقى ايه ريقي نشف طبعا، والجو طبعا نار نار ما اقولكوش. فجبت ميه ساقعه كده، ولادي جابوا لي ميه ساقعه وشربت. وبعدين بقى ايه بعد ما خلاص بقى تعملي ايه تاني يا ام محمد، هنمسك طبعا هاني قاعد لي على الركنه مش راضي مش صابر بس 5 دقايق يصبروا بس اما انا اخلص، لا عاوزين يقعدوا قدام الشاشه. وطبعا عشان بقى الواي فاي مشحون وكده فعايزين بقى إيه مش يعني فرحانين رجعت بقى ايه كنست تاني المكان ده يا حبايب قلبي، كنست تاني الصاله تاني وخليتها ما شاء الله فله كده، ومسحها برضو مسح حلو كده برضو تاني. ويعني الحمد لله يا حبايب قلبي الحمد لله. يعني هو فيديو كده بسيط وخفيف كده يا رب يعجبكم. وانزلوا كده في الكومنتات صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين نتكلم في موضوع ايه يا حبايب قلبي، اكتبوا لي كده وشاركوا يعني نشارك بعض كده يا حبايب قلبي. اي حد عنده سؤال، اي حد عنده معلومه، اي حد عنده اي حاجه يكتب لي كده في الكومنتات، واحنا بنستفاد من بعض وبنتعلم من بعض يا حبايب قلبي. انا عارفه ان انتم ما شاء الله عليكم وما شاء الله يعني ربنا يا رب يسترها معاكم. كل الامهات بسم الله ما شاء الله عليها، بس احنا بيبقى ساعات يجي لنا يعني ايه اوقات كده نكسل، واوقات كده الحر طبعا بيخلينا نكسل. فلا يا حبايب قلبي كده نقوم كده نشجع كده ونعمل إيه شغل بيتنا كده، وربنا يعيننا يا رب يا حبايب قلبي على شغل بيتنا كده. مسكت بقى الحته ديت مسحتها بقى، جبت اللي هي اللي والله انا مش فاكره اسمها يا بنات، انا بقول عليها مساحه عامه يعني. فجبتها كده مسحت بقى كده لمعت بقى البلاط كده وخليته ما شاء الله. وارجع بقى تاني ايه احط الحافظه. طبعا انا كنت شايله الحافظات ديت ما كنتش عايزه افرشها عشان الجو حر طبعا، بس ابو محمد قال لي لا افرشيها، وقلت برضه افرشها عشان ايه العيد ميلاد بتاع ابو محمد وكده والحفله بتاعته الحلوه اللي كنا عاملينها له دي، والحمد لله عدت على خير والحمد لله يا بنات. المهم يا بنات بقى كده خلاص خلصت كده وسبتها بقى لما هي نشفت كده معايا، ورجعت حطيت تاني الحافظه تاني فرشتها. وهنقل بقى ايه على الجزء التاني من الصاله برضو همسكه اعمله كده واخليه برضو فل زي ما انا عملت الجزء ده. هي كان الجزء التاني ده كان نضيف يعني ما كانش فيه حاجه، فمسكت بقى الحافظه كده عدلتها تاني وايه. وبعدين هكنسها كده يا حبايب قلبي. اي عندي نهى بنتي ماسكه لي علبه المناديل بتاعتي ما شاء الله، تشيل المنديل او المنديلين وترمي على الارض. اي والله هي اللي بتخلص لي المناديل بصراحه. والله العظيم يا بنات البناديل واللي عند اللزق اللي هو اللزق اي حاجه بنلزق بها دي تلاقي جايبه البكره بتاعت اللزق ما شاء الله. فكانت يا بقى ايه موقعه مناديل كده على على الحافظه، مسكتها برضو كنستها كنسه حلوه كده وخليتها فله كده فل. هتشوفوا بقى الصاله دلوقتي يا حبايب قلبي او الريسبشن زي ما انتم بتسموا بقى، وهتشوفوا بقى يعني ايه ان شاء الله يعني هتعجبكم باذن الله يعني. هكنسها بقى كنس حلوه كده واخليها فله واوريكم بقى ايه بعد ما انا خلصت يا بنات. مش عارفه هنا كنت انا بكلم مين من الولاد. هنا في الوقت ده كنت انا بزعق لهم بصراحه والله يا بنات بصوا مفورين دم الواحد، فربنا يهديهم يا رب.
ربنا يهديهم ويبارك فيهم ويحفظهم ويرزق كل حبايبي يا رب، ويرزق كل من الشاب الخلف الصالح، اللهم امين يا رب العالمين. همسك بقى الحافظة كده اشيلها واكنس كده ايه تحتها كده تاني، والم بقى الكنس، عاوزاكم الله كده الم الكنس يا حبايب قلبي وايه. وطبعا ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. طبعا دي نهى كانت جايه لسه من الدرس، فجايه بقى قاعده قدام الشاشه على طول، يعني جايه تقعد قدام الشاشه، قلت لها لا يلا قومي على ما انا اخلص، اصبروا كده يا بنات اما انا اخلص ورا حبايبكم كده منظر الصلاه بعد ما انا خلصت. طبعا بقى قفلت الشباك هنا، لان الشباك كان عامل معايا في الكاميرا اضاءه مش مبين يعني كويس. فده منظر يا حبايبي قلب الصاله او الريسبشن زي ما انتم شايفين، ما شاء الله، شايفين الركنه، شايفين النظافه، شايفين الجمال. الواحد نفسه ان هي تفضل كده يا بنات، والله العظيم الواحد نفسه ان هي تفضل كده بس. بس الحمد لله. كان هنا هاني بقول لكم